بس بقى تعالوا نشوف عند ابو اشرف الالوانات القميشه اللي هي ب40 جنيه المتر. في حاطه زياده كمان ب50 جنيه المتر او ب50 جنيه. هوريه لكم الاول. ده ب50 جنيه المتر. يلا يا مالك تعالي من هنا. طب احنا لقينا واحد. لا ما هو يعني ده ب50. تعمل ايه ده؟ كل ده بقى ب40 جنيه مش كده؟ بصوا بقى الالوان دي ممكن يتعمل اسدال بيجامات سواء كبير او صغير اطفال. بناطيل اللي بتتباع كده جاهزه ب40 جنيه المتر. بصوا الالوان نتفرج على الالوان سوا. بصوا ده المتر ب40 جنيه. الخامة طرية. مش عارفة بقى يحل ولا لأ. بصوا ده ب40 جنيه المتر. دي ألوانات. بصوا يا جماعة هي هنا الخامة شعرات وفي زبدة ماشي. كل ده ب40 جنيه. ده صيفي ده صح؟ ده صيفي. كل ده صيفي. يبقى تنفع بقى عارفة ايه المايو اللي عايز تعمل مايوهات برضو. دي القماشة بتاعتها اهي. على فكرة ما بتحلش القماشة جميلة جدا. لا ما بتحلش. بتعمل شميزات تبقى تحفة. بالذات ب50 كلها بأوريجينال. اي تايجر ب50 ولا اللي عندك بس؟ ده ب40 جنيه ده التايجر ده. بصي يا حاجة دي متشرحة خالص من جميع النواحي. اديها لنا بايه؟ متر 30 على قفا كده اهو. ده الوان. بكام المتر في اللي انت بتفكه ده؟ 50. بصوا يا جماعة ب40 جنيه المتر. شايفين؟ جميلة. دي شعرات. كمل بقى. عايزة لي متر انا عندي. لا ما مش حلوة. 70 وهي تاخد 170. بص المقلمة دي. بص الكحل تحفة برضه. المتر يكفي خمار صح؟ افردها. بصوا دي. بتاع الخمار يا حاجة. ما كفاش يبقى معاها الاحتياطي بتاعها فاضي تعملها. بتعمل روات بقى. ده بيبقى تحفة للعرايس كده. رو وقميص جميلة جميلة قوي. بصوا يا جماعة لو اتعملت روب
فستان وقميص نوب مع عروسه هيبقى الروب تحفه. لو تجيب بقى لون احمر او نفس الدرجه كده او شورت بادي تبقى جميله قوي. تجيب البربيت سوري. بس يا جماعه في مجموعه ايه تحفه. تاني يا عمر؟ لا والله ربنا يرحم ان شاء الله. شغلون ده ب 40 جنيه. شوية حاجات ب 40 جنيه تحفة. عارفين اللبس اللي دي بيبقى زبده ب بره 40 جنيه. بيبقى 40 جنيه زبدة. ايوه اللي تيجي اللي عندها مكنة ما بتمشيش عليه ممكن تعملها بالجرنان أو اللي هو في أي ورق كده بتعمل فيه أو بتحط سلوتيب فيه عشان يمشي القماش ده عليه. بس كمان اللون ده زبدة برضه. في الخمارات حلوة قوي يا جماعة. في الزلات برضو جميل قوي. الزمالات الجاهزة كلها برضو كده. في عندها قماش برضو زبدة اسود درجته جميلة قوي ب50 جنيه المتر. ده اسود يا جماعة درجتها تحفة ب50 جنيه. خامة حلوة تقيلة ما يلزقش في الجسم ده. لا يا باشا ما هي زي ما قلت فهمت كان كل مصر كلها لابسه بتعمل برضو مايوهات والمايوهات حلوة قوي. معمول منه بتاع القمصان وبتطعم. ايه تاني يا ابو؟ لا شكرا. خدتي متر وربع. البني بتاعها انا اروح اجيبهم ممكن.